بركه في راسك با عمر. تشوف لاباس اولدي من جهه البنيه كيفاش تلقيتي الخبار با عمر؟ وكنت غادي ننتحر انا ملي انا كنتسنى بنتي تجي عندي بغات تجيب لي هذا الكرسي المتحرك على حقاش مهرسه لي رجلي. والبارح ما عرفت هذاك الموتور اللي ضربني واش كارين عليا ولا. المهم دازت هذيك لغبت ليه، عاود ثاني تناوشات مع هذوك الجيران اللي حدانا، قالت لي يا حقا انتوما عائله وهي راه راجلها في الدعوه. ونهار اللي كانت واحد المباراه اخرى ملي ربحنا في الابتدائي ناضوا لينا كاملين هذوك اللي جيراننا، هذاك خزار محمد ولد حميد وخزار المختار. بدون ذكر الاسماء با عمر. السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في على المباشر من امام المستشفى الاقليمي الحسن الثاني مدينه سطات مستودع الاموات. تفاصيل هذه القضيه ديال هاد الشابه اللي جبروها اليوم مقتوله، كتروج اخبار على اساس انه يعني تعرضت للتصفيه الجسديه من قبل واحد الشخص مختل عقليا، ولكن الامر يخالف ذلك لانه كاين نزاع عائلي على ود الارض. ياك با عمر؟ نعم سيدي، نزاع عائلي ما بين هاد الناس اللي غنذكر لك السميات ديالهم بدون ذكر الاسماء. با عمر انا معاك. خزار المختار با عمر ولد محمد. با عمر بدون ذكر الاسماء انا معاك. كان لينا تصريح مع هاد الشابه اللي كيقولوا بانها بنت الفشوش اللي حاولت انها تكرفست على البهيم مجموعه من الامور، ولكن كنتفاجئوا اليوم بان هاد الهالكه هي شابه كان لها نزاع اسري مع هاد الناس. تكلم لنا با عمر اشنو وقع بالضبط اليوم وكيفاش تلقيتي الخبر با عمر؟ انا بنتي خرجت تجيب لي كرسي متحرك على ثبت راه انا ضراني رجليا مهرسه راه باقا الان. وفعلا هذا الشيء اللي حكى لنا السيد اللي كان غادي بالكرسي المتحرك وهو باقي في السياره. ومن بعد كنتسناها ما جاتش، بقيت كنتصل بالناس اللي كيعرفوها واللي كيعرفوني، ما جاوباتنيش والو. بقيت كنتسنى، بدات كتزاد فيا الخلعه ديالي، بديت كنتشنق ورجلين ما عنديش باش نخرج نقلب. هنا شويه جاو شي ناس قال لك البركه في راسك راه بنتك راه قتلوها. شكون اللي قتلها با عمر؟ قتلها واحد خينا محرض من طرف هذاك عياش يعني مصطفى. با عمر بدون ذكر السميات الاسماء، غير عاود لي شنو وقع. يعني هاد البنت انها تعرضت للقتل من قبل شي شخص يعني قريب ليكم؟ قريب لينا. واش من العائله؟ لا، من العائله ديال اللي مخاصمين معاهم. اللي مخاصمين معاهم، اللي عندكم معاهم نزاع؟ عندنا معاهم نزاع من 2020 الى يومنا هذا. ربحناهم في الابتدائي، جاو هجمونا لنا للدار، راه كاين الوثائق ديال الهجوم. ملي عاود ربحناهم في الاستئناف حنا استانفوا، عاودوا ثاني هدروا القتل دابا. الواقعة متابعين المشاهدين الأوفياء أنها وقعت في دوار الخمالشة، 3 الأولاد فيني نواحي سطات. يعني من بعد صدرت لكم أحكام لصالحكم. هاد الناس ما تقبلوهاش، جاو هجموا علينا في الحكم الأول وهاد ديال الاستئناف. ملي عاودوا يدوا الحكم هاد الناس ناضوا جاو، راه هاد القتلى بدات التحريض من طرفهم هما، من طرف هاد الناس اللي عندكم نزاع معاهم. ايه هادي يومين باش يعني دارت بهم شكايه للدرك الملكي باش كانت المرحومه صرحت لي بانه كاين عندها تنفيذ وقيل ربما في 15 يعني على الارض 15/5. ولكن هما ملي دارت داك التصريح ديالها امام سيادتكم فعلا كنا صرحنا معاهم، هما ناضوا حرضوا هذا الشخص هذا اللي هو من هذوك الناس اللي حنا مخاصمين معاهم، والام ديالو اخت هذيك مرت هذاك السيد اللي مخاصمين معاه، واخرين اللي كانوا مخاصمين تا هما اللي باقيين في الدعوه كلهم اللي غادي يتنفذ عليهم الحكم. راه هما اجتمعوا البارح عند هذيك
مت هذاك راس الحربه اللي هو الزعيم ديال القتاله. سي عمر، سمعنا بانه يعني حاول ضربها بشي حديد الراس وضرب السيده اللي معاها، يعني ربما اللي كانت واقفه معاها حتى هي ضربها بحديده، واللي هي دابا راه حتى هي في المستعجلات. هذا كيتسمى تحريض 100% ما بين عشيه وضحاها كتوقع القتلى وكيوقع الضرب والجرح. شكون اللي مصيفطو؟ شكون مصيفطينو باش يحيد عليهم المشكل ديال المحكمه وديال التنفيذ اللي غادي يجي، لانهم حالفين في حياه الام ديالها انها ما غتبقاش حيه على وجه الارض. هذاك اللي تنقول ليه المختار ولد محمد، هذاك هو اللي حلف عليها وقال لها غادي نقتلك ونحيدك من الخريطه. وهذا الشيء اللي وقع ايدني قال لك قال لك انت تبقى وعاد تربحنا بحال هكا. ولكن من وراها ماتت، ما عرفتوا وكلوها، بقات هذيك المراه كتضعف مسكينه. هذه المرحومه الزوجه ديالك؟ الزوجه ديالك حتى ماتت. وكاين حتى شي ولد اخر حتى هو؟ ولدي حتى هو مات، ما نعرفش باش مات، ولد 17 عام. هذيك الساعه راه حنا مضاربين معاهم. علاش؟ على حقنا حنا دايرين فيه الوثائق ديالنا وحنا بالحجج ديالنا، ولكن هاد الناس ما تعترفوا لا بحجاج ولا بقانون، كيعترفوا بالقوه. شحال من شكايات قدمتوا بها سي عمر؟ اكثر من 7 ولا 8 ديال الشكايات. وشنو وقع ملي تقدمتوا بشكايات ضد هاد الناس؟ والو. هاد الشكايه تابعه شكايه كتشدك شكايه تحفظ ولا تيقول لك سير جيب الشهود ولا. وحنا حتى واحد ما بغى يشهد، حنا مشاو للناس وقالوا لهم راه اللي شهد فيكم ما يلوم الا راسو. ايوا بسبب عدم الشهود الشكايات كيبقاو بلاش حتى الهادي فيهم اللي شدات، اللي دابا حنا في الاستئناف ربحناها. هذه هي الوحيده اللي شدت الطريق، شهدوا لنا الناس اللي كنا كارين لهم الارض. يعني تقدموا بشهاده لصالحكم نتوما؟ هما قالوا لهم كنا كارين عند هذه السيده وهي اللي مولات الملك وهي بوراقها، وهاد الناس جاو حصرونا ومنعونا من الحرث ومن الحصاد. وهذا الشيء ترتب عليه ان المحكمه ديال الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي لانه حكم في الصالح ديال المرحومه، انهم راه فعلا تهجموا عليها وفعلا هذا الشيء اللي تقال في حقهم كاين وثبت. حكموا عليهم بشهرين حبس ثلاثي وحكموا عليهم 5000 درهم باش يعطيوها 500 درهم المحكمه. طالعت على الحكم انايا يعني بسورسي و500 درهم. هادشي كلشي اللي قلت يا سي عمر يعني كاين، انا طالعت على الحكم. هاد البنيه هاد المرحومه اللي قتلوا ليا سبقت 2 شكايات قبل لا يجيو يهجموا عليها. نعم. 2 وما جاوش، ولكن في الثالثه ملي مشى دوي معاهم هز عليها الجنويه. هي فاش وقعت ديك الواقعه على اساس انه قال لك راه تعدات على الغنام هذا وجر الموطور. المهم فوق الارض ديالها هي مشات تقول لهم علاش تسرحوا هنا، مشى جبد عليها الجنويه، وملي بغات تهرب لها الموتور قدامها باش يوقفها، والاخرين بركوا بالحجر كاع الطوموبيل هرسوها لها. واش هادو دابا معاهم شي حق ولا شي قانون اللي كيحكم على هاد الناس بحال هكا؟ راه حنا راه طبنا، راه ولا دابا الهجوم هو ولا القتل. دابا من الهجومات للقتل، حنا يعني من التهديد للقتل. القتل هو. ودابا اللي كنطلب من جميع الناس اللي هما مسلمين يشوفوا هذا المنكر اللي واقع عند هذا الدوار هذا وهذه المجموعه اللي حنا الدوار الخمالشه، هذه المجموعه اللي حنا هاجمتنا من 2020 الى يومنا هذا، وانتهوا بقتل بنتي قتلوها. هنا الا كانت شي سلطه وكان شي قانون في البلاد، وكنطلب من السيد صاحب الجلاله محمد السادس ياخذ ديال الحق ديالي. راه شردوني، راه وليداتي كلهم قتلوهم ليا، ما عرفت الولد الاول باش قتلوه باقي صغير ولد 17. والزوجه بقات كتضعف حتى ماتت. وها بنتها يقتلوها عمدا البارح وضربوا بنت عمتها للراس. شكون؟ هاد المجموعه كنحلف عليهم بالله العلي العظيم الا هما اللي قتلوا هاد الناس ديالي. اي هما اللي قتلوا البنيه. وانا راه عندي 76 عام في عمري وراه ما بقى لي قد اللي فات. خلوني وحدي مقطوع، ما عندي لا اللي يهز ليا هادي ولا هادي. رجليا مهرسه، ها هي ها هي
ضربني موتور ما عرفت واش هما اللي محرضيني، يعني ملي ضربك الموطور ما عرفت شكون هذا حتى هو، كيفاش تضربني انا وهاي بنتي ماتت نهار 3 ايام. اذا راه ولات الحرب هذه، ولاو هاد الناس جميع الوسائل خدموها باش هما قضاو عليا. رغم تقدمت يا با عمر بشكايات، رغم بزاف الحوايج رغم يعني الشكايات ورغم الحجاج ورغم الادله تاعنا، حنا كنمشي مبني موثق ما اعترفوش بهذا الشيء هذا. الدار راه هي ضاربينها مشقينها من وراء الحيط اللي متوالي هذا اللي مخاصمين معاه، اللي مرته خت هذا اللي قتل بنتي. دابا باش كطالب با عمر؟ كنطالب هاد الناس يتخاذ فيهم الحق، ما يمكنش يبقاو طلقاء هكاك وهما دايرين جرائم من 2020 وهما في التهديد علينا. يعني من 2020 والتهديدات، والتهديد خدام والشكايات حجه بخوتها. وعلاش ما تعطاناش الحق وعلاش ما حرصوش الحياه ديالنا وحنا كنتشكيو؟ هذا هو اللي بغيت نعرف. لا حول ولا قوه الا بالله. كنت دخلوا اول البارح في الشكايات الاولين، ما غيوقعش ما غاديش يوقع هذا الشيء هذا، وبنتي ما غاداش تموت، وراه دازت عندهم وراه شافوا كيفاش يعني الوراق ديالها والشكايات ديالها حطوهم لهذا الشيء وخدموا شغلهم هما. دابا با عمر باقي نهضر ولدي راه بزاف كنهضر. دابا با عمر يعني من بعد توفات الزوجه الولد البنت دابا، يعني شنو الاحساس ديالك؟ الاحساس ديالي اش بقى عندي في الدنيا ما ندير؟ انا راه كنشوف راسي خصني نموت، ما بقى على من غادي نبقى في هذه الحياه اللي كانت امال ديالي وعينيا كنشوف بها وصحتي هي هذه البنيه الاخرى اللي قتلوا لي. انا دابا بقيت بوحدي، بقيت يعني في الرادي. يعني من بعد انه يعني من بعد انه فقدتي البنيه ما بقى لي من يعني ما الحياه مشات، بقيت بوحدي، الصحه ما كايناش، تهرست هذه الهرسه راه ديال 5 شهور ولا 6 شهور، غير جبيره ما كاع ما درتها. ما بين والبارح ضربني موطور تهرست لي. يعني انت عندك شكوك حتى في هذه الحادثه ديال السير اللي وقعت بالموطور انها كانت من فعل فاعل. واش ولات ما بين الموطور تموت بنتي وما بين شكات بيهم ودلات بالحجج ديالها ما تعطاهاش الحق ديالها وقلبوا عليها هي اللي دايره من الاجرام. واش والوثائق كتكلم والشكايات تسبقوا هذا الاجرام اللي كيدعوا به هما؟ ما يمكنش انا بنتي شكات وما تحمى شيء وفي الاخر هي تلقات لهم الطريق باش يقتلوها هي. حتى انا راه الا خرج غادي يقتلوني. هاد الضربه هادي راه ماشي طبيعيه، هادي هذا تا هو راه محرض عليا، حتى انا كان بغا يقتلني. راه طلعتي يعني من هنا السيد اللي ضربك الموطور حتى هو يعني عندك يعني كتقول بانه لان علاش غادي يجينا حنا هادشي متابع؟ انا تهرت لي رجلي وبنتي تقتل وبنت عمتها تضرب في الراس. علاش؟ هذا حمق، هذا راه يعني فاهمينه عاطينو كيفاش يدير، وإلا دار داك الشيء مثلا نشوف باش كيقولوا هما بغا يبنيو على قضيه راه مسطي باش يخرجوا من باب واسع هما. يعني راه هما اللي حرضوه، والله حتى هما اللي حرضوه بالله، راه قبيلتهم هذاك. با عمر كان لي تصريح مع المرحومه الله يرحمها، يعني دلات بوثائق، دلات بزاف الحوايج. داك شتي كلامها راه الله يرجع لك اولدي لما بني على هذاك الهضره اللي قالت هي، يعني دلات بوثائق عندها احكام عندها، ما شي حاجه هي هذيك خايبه. ولكن ما بين 3 ايام 4 ايام انه يوقع هاد الامور. وباقا صغيره 24 سنه، يعني 24 سنه والله عندها 24 سنه. الولد الاول مات ولد 17 عام، وامه ماتت حتى هي مسمومه. وهذا الشيء كله ما بقيناش اللي عاوننا ولا يقول لنا اش داك الشيء. معزولين في هذيك الكديه تما. علاش اسمني الشلح؟ قالك الشلح ما يبقاش هنا. وهذا هو التصريح اللي قالته لي، قالت لك بانني كنتعرض لبزاف الامور على اساس انني يعني شلحه، وهاد الناس ما بغاوهاش انها يعني تكون شلحه. قالك طال الزمان ولا قصر نحيدوك من هنايا.
والطريق اللي كيجي عندك فيها غادي نحبسوه بحال هكا. وهادشي راه في راس القياده، في راس السلطه اللي هي الدرك الملكي، وراه كاين ملفات في المحكمه، وبقاو مستمرين في العدوان ديالهم. ها هما دابا شفاو الغليل ديالهم. دابا الطلب ديالك سي عمر هو انه كطالب بالجهات القضائيه السيد الوكيل العام على اساس انه يفتحوا تحقيق مع جميع هاد الاطراف اللي داروا لينا. يعني كطالب بهاد جميع الاطراف انه ما كانش من غيرهم. ولا سولوا علينا الجيران نتاع البلاد اللي ساكنين فيها تيقولوا الله يعمرها دار هذاك السيد هو يعني في دوار الخمالشه، العائله ديالو في دوار الخمالشه كلهم الناس كيذكرونا غير بالخير، وتيقولوا هذاك السيد داخل سوق راسو وما كيبانش لينا كاع. ولكن هاد الناس ما هناوناش، ها هما وصلوا للهدف ديالهم. الله يصبرك ابو عمر. كيف كتشوفوا يعني كان تصريح الاب ديال الشابه اللي تعرضات للتصفيه الجسديه من قبل شخص. تفضل سي عمر انت الاول. داروا لها التشهير ديال كتاكل الفانيد، داكشي داروا لها كتبيع الخضره، وداروا لها باللي راها با سحار، وقالوا با مش عويد، وقالوا شلا هضره. هي كانت غاده تسالي من التنفيذ ديال الدعوه ديالها وغتابعوا مع التشهير، وها هما قتلوها ما خلاوهاش. يعني قبل انها كانت غتقدم هادشي راه قالتو في اللايف من خلال تصريح معاها. قالت هادشي سمعت وفعلا راه حنا بدينا نديروا الاجراءات ديال التشهير اللي داروا ولادهم هما. الله يرحمها والله يصبرك سي عمر. الله يصبرك سي عمر. كان هذا تصريح ديال ياخذوا لي حقي. راه هادشي راه ظلم كبير. هذا ماشي حنا صهاينه، ماشي مسلمين ولا ماشي مغاربه باش يديروا معنا هادشي كله. عطوني الحق ديالي اللي ضاع مني، بنتي وولدي ومرتي، والشهره اللي دايرين ليا ديال يعني المشاكل شهير ديال هادشي كله. كان طالب الحق ديالي ديال الاسره ديالي اللي ماتت وبقيت انا بوحدي. الله يصبرك سي عمر. يعني كيف كتشوفوا يعني كان هذا تصريح ديال الاب ديال الهالكه قيد حياتها مريم مسكينه ياك ابو عمر. قمريه اللي سماوها بنت الفشوش ولا اش كيقولوا هما قمريه اللي تعرضت للتصفيه الجسديه من قبل واحد الشخص. الناس اللي كانوا يسمعوا الهضره ديالهم اليوم سمعوا اشطرال هذيك اللي سموها بنت الفشوش، اللي عنده شي بنت وقبل باش تموت بهذه الطريقه هذه وتموت مشهور بها بكلام اللي ما يصلحش، يقول لنا انت راك ماشي هو هذاك، راه انا بنتي هذه وراه ماتت وراه قتلوها هما. هذوك اللي طلقوا عليها الدعايات راه هما اللي قاتلينها. كنقول واك عباد الله اعتقوا الروح، ما بقى تروح تتعتق. دابا خلنا حقي بطريقتهم اللي بغاو هما، راه هما غادي خصهم يتعتقلوا هما ويقولوا لي شكون اللي قتلها فيهم، شكون اللي حرض على هذا القاتل هذا. هادشي باش كطالب سي عمر. كان هذا التصريح ديال سي عمر اللي هو اب الهالكه قيد حياتها اللي تعرضت للتصفيه الجسديه من قبل شخص بدوار الخمالشه 3 الاولاد فيني. الاب يعني كيطالب بالانصاف، كيطالب بالقضاء، كيطالب السيد الوكيل العام التدخل بشكل عاجل الانصاف ديالو. لا تا ولدي تفضل سي عمر. هذاك السيد الخليفه فراسو هذيك النهارات اللي جا هجم علينا، وفراس الدرك الملكي جاو في الجوج الليل هجموا علينا، وفراسهم واحد الخطره جا هذاك عشعاش اللي كيقول لك اللي دخل تما وهز عليها موس، كان جا لعندنا تما بالليل وجاو الدرك الملكي وما لقاوش هرب. هادشي راه سوابق كثيره. راه هادشي ماشي زعما راه كان مدرق ولا شي واحد ما فراسوش، كل شيء السلطه في راسها. هادشي ديالنا حنا، وراه عارفين الزوجه ديالو، عارفيني انا كنت طالع هواد عندهم، والمقاطعه هكاك، والمقدم ديال البلاد حتى هو عارف هادشي كله. كنت شاهدوا يسولوهم
يعني الله يصبرك السي عمر، كنشكركم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر مع تفاصيل جديده.